اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعادة والهنا، مساء الخير، مساء الجمال والسعادة والهنا على عيونكم وعلى بيوتكم الجميلة. ربنا يرزقكم كل خير يا رب. ربنا ينجح طلاب الثانوية العامة ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة ويصلح حال حبايبنا كده. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو لأكلات العيد كلها بإذن الله. الكوارع والممبار والحلويات، الفشة والسمين والكرشة. هنعمل مع بعض فيديو كامل. والفتة والرقاق بنسويه على البوتاجاز من فوق، مش بنحطه في الفرن. لو عايزة تحطيه في الفرن ده براحتك، مفيش حاجة اجباري، كله اختياري. بس انا بحبه بطريقة امي وطريقة ستي على الباجور زمان. الله يرحم زمان وايام زمان الجميلة. كنا بنسويه، كانت امي بتسويه لنا على الباجور كده بايديها وبعدين تقلبه على غطا الحله. كان بصراحه بتبقى احلى صينيه رقاق. عايزاكم تتفرجوا معايا على الفيديو ده، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس بالله عليكم عشان يوصل لكم كل جديد من القناه عندي. وامانه عليكم ما تنسوش طلاب الثانويه العامه من دعواتكم. ابني في ثانويه عامه ونفسي يدخل طب. انا برجوكم ما تنسوش في دعائكم هو وكل اللي زيه يا رب. انا عامله فيديو على القناه للممبار وانا بنضفه من الالف للياء بطريقه سهله جدا. لو 100 كيلو هتخلصيه مفيش نص ساعه. وعامله فيديو كمان لتنظيف الكوارع، بجيبها من عند الراجل زي ما هي، او لو دبحت زي ما هي، وبنضفها خالص من الالف للياء. برضو فيديو جميل جدا هيعجبكم. وفيديو للكرشه وهي لسه جايباها برضو من عند الراجل بلونها الغامق ده زي ما هي، ونضفتها وخليتها زي الفل. اتفرجوا وارجعوا للفيديوهات دي هتعجبكم جدا والله. وكلها حاجات سهله وبسيطه. والاكله دي لو ما اتنضفتش كويس بايدك في البيت يبقى ملهاش لازمه انها تتاكل. اوعي تخرجي تاكليها من بره من بره. يعني انا مش بعيب في حد، بس بصراحه مش بتاكد من غسيل الحاجات دي في المطاعم والحاجات دي. فبحب دايما تبقى حاجتي انا عاملاها في البيت. الحاجات دي بغسلها في البيت وبنقعها بالليمون وبالدقيق وبالملح، بغسلها كذا مرة كذا مرة. اتفرجوا على تنظيف الحاجات دي، هيعجبكم جدا الفيديوهات دي. وعملت الرقاق كمان. الرقاق شكله تحفة تحفة، وكان طعمه والله اتنسف نسف كده واحنا قاعدين. الأكلة كلها كانت جميلة. كنت عازمة ناس حبايبي غاليين عليا أوي، ربنا ما يحرمني منهم ولا من لمتهم، ولا يحرمكم من لمتكم ولا من حبايبكم يا رب. ودايما يا رب تتجمعوا انتم حبايبكم في الخير، وما تتحرموش من حبايبكم ولا من اهاليكم ولا من اصحابكم. ونسمي الله ونبدا ونقول مقاديرنا ايه. انا كل ده النهارده بنضفها كرش. بايدي والله، ما بجيبش الحاجه دي بصوا نضيفه من بره. انا هنزل لكم على الفيديو ده بنضفها ايه، الفيديو بتاع اللينك بتاع الفيديو بتاع تنظيف الكرشه. انا بجيبها يا جماعه سودا خالص وبنضفها. انا بحب اجيبها سودا وانضفها، بتبقى جميله جميله بصراحه. بصوا عامله ازاي، لا ريحه بقى وحشه ولا الكلام ده. بصوا ما شاء الله، انا بحب اجيبها سودا وانضفها. بصوا معايا كرشه غسلها بميه وملح وليمون. لما طلعت عينيها ميه وملح وليمون، ونقعها في ميه وملح وليمون، وغسلتها بدقيق كمان. ومعايا صلصه طماطم. طماطم دي ضربها في الخلاط، بضربها مش بصفيها يا جماعه. ومعايا بصلتين او اكتر زي ما تحبي، بس انا بحب احط بصلتين. ومعايا التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون. وهجيب فص توم دلوقتي. على فكره الطماطم دي انا ضربها، وانا بضربها في الخلاط بضرب معاها فلفل وتوم. وهحط تاني فصين 3 توم وانا بعملها. تمام. بصوا هنبدا بقى نعمل ايه. معايا ميه مغليه، الميه دي غليت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل فيها الكرشه. بسم الله. التليفون غايم من الدخان، معلش. الكرشه طبعا بتقطعيها حسب التقطيعه اللي انت عايزاها، تقطعيها كبيره تقطعيها صغيره زي ما انت عايزه. تقطعيها دلوقتي تقطعيها بعد ما تسلقيها اللي يعجبك. انا التقطيعه دي كبيره، بس انا بحبها متقطعه كبيره كده. انا مش هسلقها يا جماعه، انا هديها غلوه وهدلق الميه بتاعتها. وبعدين ايه نبدا نكملها بقى. انا بديها غلوه بس عشان ادلق الميه بتاعتها، لكن انا مش بسلقها.
تاخد غلوة على النار 10 دقايق ربع ساعة، تاخد غلوة على النار وارجع لكم تاني. خليكم معايا. الكرشه اهي يا جماعه بعد ما خدت غلوه ودلقتها، دلقت الميه اللي كانت فيها وغسلتها بميه سخنه مش بميه ساقعه، ميه سخنه عشان لو غسلتها بميه ساقعه هتوقف سواها وهتجرمز، هتاخد على النار، هتاخد في النار تاني في الصلصه سوا كتير قوي، فما ينفعش ندلق ميه سخنه ونحط ميه ساقعه، كده احنا بنوقف السوا في لحمه في فراخ في اي حاجه. خليكم واخدين بالكم من موضوع زي ده ما تنسوهوش. فانا غسلتها بميه سخنه، والبصله اهي على النار في معلقه سمنه في شويه زيت المتاح عندي. البصل هيحمر معايا وهنزل عليه بتوم. معلش الكاميرا غيمت مني عشان السخونيه. الكاميرا غيمت مني. هحمر البصله، هحمر البصله وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. خليكم معايا. بصوا البصل اخدت لون بسيط، انا نزلت عليها بمعلقه توم مفروم، هقلبها شويه تتشوح بس كده وبعدين انزل بالصلصه عليها. بصوا اخدت لون والتومه ريحتها طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالصلصه عليها. بس هفصل عشان التليفون مغيم مني عشان الدخان وارجع لكم اما افضي الصلصه. خليكم معايا. الصلصه اتسبكت، طبعا هي ما اتسبكتش قوي، اتسبكت شويه. انا هفضي عليها الكرشه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هزودها اي حاجه الا لما تاخد سوا معاها وتشرب وتتجانس مع الصلصه، تشرب من الصلصه خالص وبعدين ابدا ازودها بقى. فضيت الكرشه كلها، اقلبها كده كلها في الصلصه. هنزل عليها بالفلفل الاسود والكمون. طبعا مش هحط الملح دلوقتي لانها ما استوتش، زي اي لحمه ما بيتحطلهاش الملح بتاعها الا لما تستوي. هقلبها واوطي عليها بقى النار واسيبها تستوي بقى ايه على نار هاديه. احلى سوى للاكل يا جماعه على نار هاديه، تاكلي احلى اكل وهو مستوي على نار هاديه. ما تنسوناش في الاشتراك واللايك، امانه عليكم امانه. اللي يتفرج على الفيديو يحط لايك وكومنت حلو كده من عنده ويشترك في القناه. خليكم معايا يا امارات. ونقول بسم الله ونبدا. معانا انا جايبه، انا معايا كيلو ممبار. طبعا انا غسلاه كويس قوي، نقعه ليمون وملح. بحطش خل خالص يا جماعه، الخل بيثبت الزفاره في الحاجات دي، في كل حاجه عامه بحطش خل خالص. غسلاه بدقيق وغسلاه بليمون وبملح. وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع تنظيف الممبار ونضفوه زي ما انا منضفاه، سهل جدا. ولو 100 كيلو ولو 1000 كيلو هتخلصوه على طول، مش هياخد منكم وقت ولا حاجه. نسمي اللي معايا كيلو ممبار، ومعايا هنا نص كيلو رز، ومعايا هنا 3 بصلات متقطعين، ومعايا هنا توابل. بصوا كمون وفلفل اسمر وكزبره وملح، ومعايا هنا شبت وبقدونس وكزبره. انا بحب الخضره كتير جدا فيه، يعني بيبقى اكتر حشو خضره، كل ما يبقى حشو خضره بيبقى احلى. اقلب الاول الخضره مع الرز مع البصل مع التوابل، بيعملوا ريحه، بيعملوا ريحه حلوه قوي 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 مع بعض. اخلطهم كده كلهم مع بعض. التوابل بتعمل ريحه حلوه قوي. ما بحطش توابل يا جماعه اكتر من كمون وفلفل اسود وكزبره والملح بس، ما بحطش اكتر من كده.
الحركة دي بقى بتخلي ريحة الرز تحفة، الخضرة مع التوابل والبصل. ومعايا طبعا طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقطعها على طول، بس النهارده عشان مش فاضيه بصراحه ضربتها في الخلاط، بس ضربتها من عمتش قوي يعني، طبعا مش بتتصفى. معلش بقى ان انا بعملها بايدي، بقلبها بايدي، بس هي لازم تتقلب بالايد. المفروض ان انا اقطع عليها فلفل، بس انا مش هقطع عليها فلفل عشان الناس اللي هياكلوا معايا، انا جايلي ضيوف عزاز عليا بحبهم قوي، واللي هياكلوها معايا الضيوف دول مش بيحبوا الحاجات الحراقه. بس انا بصراحه ضربه في الصلصه دي، وانا بضربها في الطماطم دي وانا بضربها في الخلاط، ضربه فيها توم، فصين 3 توم، وقرن فلفل حامي، قرن واحد فلفل حامي. بس انا هعمل شويه حاميين وشويه مش حاميين، هعمل شويه من غير الشطه، بعد كده هحط شطه واكمل الحشو. هي دي خلطه الممبار بقى اللي كل الناس بتقول عليها. بصوا سهله ازاي، سهله ما فيهاش اي جديد، والممبار تنظيفه اسهل منه مفيش. هتدخلوا على الفيديو على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه، اتفرجوا وقولوا لي ايه رايكم. يبقى تنظيف الممبار هحط لكم فيه، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو في الفيديو ده، تجيبوه وتنضفوه وتعملوه على طول. طريقه سهله اهي وما فيهاش اي جديد. بصوا الخضروات والرز قليل والخضره كتير، ده بيبقى حاجه جميله قوي. الريحه مش قادره اقول لكم على جمالها. كده جاهزه معانا. هجيب الممبار بقى وهبدا احشي، خليكم معايا وهوريكم هنحشي ازاي. معايا حله فيها ميه بتغلي على النار، هحشي وننزل على طول في الحله، هقول لكم هنعمل ايه، خليكم معايا. بصوا ده الرز اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ممبار شايفين، بصوا انا عامله ازاي، دي اهي الممبار. انا بخلي الدهن ده من جوه يا جماعه بيسيح مع الرز وبيخلي الطعم فظيع، بيخلي الطعم تحفه. اهو صباعي كده الاتنين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بصوا بصوا ادوس عليها بقى، بصوا ابططها ازاي، بصوا الدهنه شكلها جميل ازاي معاه من جوه اهي. ادوس عليها ابططها اهي، ما زودش رز اكتر من كده. انا ما اقدرش اقول لك بياخد وقت قد ايه على النار، لاني انا مش عارفه انت جايبه ممبار كبير ولا ممبار صغير. الممبار الكبير اديله ساعه الا ربع على النار، الممبار الصغير اديله نص ساعه، يعني بتزودي ربع ساعه بس، ربع ساعه تلت ساعه، مش كتير. وما تمليش قوي، ما تمليش قوي، ما تمليش قوي، عشان ما ترجعش تقولي بيفرقع مني في الميه ليه. اهو بصوا ببطط ازاي خالص خالص ازاي. يلا اعمل معاكم واحده كمان، خليكم معايا. بسم الله. بصوا انا بصور لكم من فوق عشان اوريكم الفتحه بتاعت الممبار. بصوا اهي ايدي فيها اهي، بصوا ايدي فيها ازاي اهي، ايدي فيها، بصوا الصباع ده والصباع ده اهو، وسمي الله بسم الله. والله ما بياخد وقت لا تنظيف ولا عمايل، واكله جميله جميله جميله، ما بيتهيأليش ان في حد ما بيحبهاش. يعني ممكن الاقي حد ما بيحبش الكرشه، الاقي حد ما بيحبش الفشه، الاقي حد ما بيحبش الكوارع، بس الاقي حد ما بيحبش الممبار. ما بيتهيأليش ان في حد ما بيحبش الممبار. حشيت
ادوس عليها اهي. بصوا بصوا في ناس بتربطه، بس انا لو ربطته مش هديله فرصة ان هو المية تدخل جواه وتسوي الرز. ده اولا. ثانيا هيفرقع في المية لان مفيش منفس الرز يزيد فيه. فانت بتفتحيه وما بتربطهوش، ده احسن حاجة. بصي بصوا بطت ازاي. اكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم عشان اوريكم هنسلق وهنعمل ايه بعد كده. خليكم معايا. بصوا انا خلصت الممبار كله. بصوا بقى كله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكيلو ما شاء الله ما شاء الله. معايا بقى هنا الحله فيها ميه مغليه. يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا حطيت الممبار كله. بسم الله ما شاء الله. طبعا مش بيتقلب ومش اي حاجه خالص، في كل التوابل بتاعته يا جماعه. انا مش هحط له اي توابل في الميه لان هو في كل التوابل، في كل حاجه. التوابل بتاعته في توابل وفي بصل وفي كل حاجه. اسيبه بقى ان شاء الله. لو ممبار من الكبير هياخد ساعه الا ربع، لو ممبار صغير هياخد نص ساعه. تمام. وانت بتبقى قادره بقى انت جايبه ممبار من انهي، بتسالي اكيد الراجل حتى لو انت ما عندكيش فكره. فانا هسيبه على النار النص ساعه بتاعه او الساعه الا ربع بتاعته، وهعمل حاجه غيره بقى وارجع له بعد شويه. بس هخلي بالي ايه معايا، ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوني في الاشتراك واللايك، وتفعلوا الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم معايا. بصوا بقى الكرش يا حبايبي. بصوا بقى الدهون اللي فيها طلعت وعملت ايدام على الوش ازاي. بصوا انا مغطيه عليها خالص شمعه. لسه طبعا كل ده ما حطيتش ملح، سايباها كده تستوي مع نفسها في التسبيكه. احلى كرشه دي ولا ايه. انا سايباها على مهلها، مش مستعجله عليها في السوا. لما بسوي الحاجه وانا موطيه عليها النار بيطلع احلى سوا، غير ان لو اعلي النار واشعوط واسوي اي حاجه وخلاص. لا، وطي النار عليها تاكلي احلى سوا. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك بالله عليكم. شويه ونبص عليها تاني. خليكم معانا. بصوا يا جماعه بعد ما طلعناه من الميه بعد ما اتسلق، شايفين البخار عامل ازاي. انا طبعا معرفتش اطلعه وانا بصور عشان انا بصور بايد واحده. بصوا شايفين البخار عامل ازاي، سخن ومولع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني ساعه الا تلت، نص ساعه وخمس دقايق، ساعه الا تلت، حاجه زي كده. بصوا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا الخضره فيه جميله ازاي. بصوا هنحمره بقى واوريكم واحنا بنحمره. هشيل كل الرز اللي عليه ده عشان الرز ده لو فضل عليه كده هيفرقع في الزيت ويلسعني. خليكم معايا بقى هنحمره واوريهولكم عامل ازاي. على فكره التليفون البطاريه ضعفت مني عشان كده الاضاءه ضعيفه. انا بحاول ادور بتليفون تاني وبرضه عشان ماسكه بايد واحده مش عارفه. فخليكم معايا. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك بالله عليكم. خليكم معايا ونقول بسم الله ونبدأ. معايا 2 كيلو فشة غسلاهم كويس. طبعا دي القراقيش اللي بتبقى فيها، غسلاها ونقعها برضو بمية وليمون ومخليها زي الفل. مية وليمون كتير 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 وغسلاهم مخليها زي الفل. ومعايا مية مغلية. بصوا المية المغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل الفشة في المية المغلية، هديها ايه سلقة
مش سلقة يعني، هديها غلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. طبعا معايا الكبده، دي هسيبها بقى تطلع الريمه بتاعتها واطلعها اغسلها بميه سخنه، وبعدين انزلها تاني في ميه نضيفه عشان تاخد غلوه تاني. لازم تنزل الريمه دي يا جماعه، ومهما تشيلي منها الريمه لازم تنزل الريمه دي، مش زي اللحمه ولا الفراخ. هكمل سواها تاخد غلوه ولا غلوتين، وبعدين افضيها واغسلها للحله. اغسلها هي بميه سخنه واحطها في مصفى تصفي ميتها، واغسل الحله كويس واحط ميه نضيفه واسقطها فيها تاني. خليكم معايا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. اللهم صل على النبي. معانا هنا الكورعيه، رجل كامله يا جماعه، انا منضفاها قبل كده معاكم من الالف للياء على القناه. شوفوا الفيديو، هحط لكم برده اللينك بتاع الفيديو في الفيديو ده. هحط لكم اللينك بتاع تنظيف الكوارع، ولسه الجزار ذابح وانا جبتها منه ونضفتها. بصراحه والله ما خدت معايا وقت، وسهله جدا. هتلاقوا الطريقه عندكم على القناه، اتفرجوا عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. دي معانا واحده كوارع قدامانيه. اللهم صل على النبي. هنوريكم النهارده ان شاء الله طاجن الكوارع بقى على اصوله، طاجن فته بالخل والثوم وكوارع. معانا الكوارع ومعانا ميه مغليه، هنسمي الله ونبدا واقول لكم هنعمل ايه. خليكم معانا. الميه غليت معايا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل فيها الكوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد غلوه، هشيل الريمه من عليها، مش هدلق لها الميه، واحط لها التوابل بتاعتها والحبهان واللوري زيها زي اللحمه وزي الفراخ. هسلقها سلقه عادي خالص، ما فيهوش اي جديد. بس هرمي معاها 3 نوايات بلح عشان تستوي بسرعه وما تقعدش معايا كتير على النار. خليكم معايا يا امارات. ايه رايكم يا امارات؟ بصوا الكوارع طبعا هي غليت، انا شلت الريمه وحطيت لها التوابل بتاعتها. بصوا عامله ازاي. انا بقى هوطي عليها واسيبها خالص لما تستوي على مهلها. انا عايزاها مهريه مستويه مهريه خالص، بس انا هطلع منها حتت مش مهريه خالص. ليا ابني بيحبها مهريه خالص ناعمه قوي، ابني بيحبها ناعمه قوي. انا بقى هطلع ليا حتت كده بتشد عشان انا بحب اكلها وهي بتشد. دي توابل يا جماعه، حطيت ورق لوري وحطيت حبهان وفلفل اسود وحطيت السبع بهارات وحطيت قرفه ناعمه وجنزبيل، وحطيت لها طبعا بصل، وموطيه عليها خالص تستوي على مهلها. ومعايا طبعا بقى عشان الفته، احنا هنعمل عليها فته. معايا عشان الفته ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا رز ابيض، انا حطيت معلقه سمنه او زيت المتاح عندك، سمنه او زيت، وهقلب الرز. هغلفه خالص بالسمنه، سمنه زيت زبده. بس حطيتي سمنه حطيتي زبده لازم تحطي زيت، عشان الزيت بيلمع الرزايه، بيديها لمعه حلوه وبيفرفطها كده من بعضها، ما يخليهاش تلزق في بعضها. هقلب الرز، هشمعه كله في بعضه، يتشمع كله من السمنه والزيت، يتغلف. وبعد كده اسقيه بقى. انا عايزه اسقيه من الشوربه، مش هسقيه ميه، هيتحمر وبعدين اروح سقيه على طول.
وهعمل ايه تاني؟ والناحيه التانية انا مولعه على ايه، عندي حله فيها توم عشان اعمل بقى ايه الفته الجميله، الصلصه بتاعت التومه. بشغل نفسي كده واقفه في كل حاجه، طالما واقفه في المطبخ ايدك تبقى في كل حاجه. وده ما يمنعش برضو ان عندك معلقه خلصتي في معلقه كده ولا كده تسيبيها في طبق، في صينيه، في اي حاجه، ما تتكوميش على نفسك وانت واقفه. بتلاقي نفسك خلصتي الاكل وخلصتي المواعين، ما عندكيش اي طبق مش نضيف. هو طول ما الحوض نضيف نفسيتك مرتاحه. هو مش على طول الحوض فاضي طبعا، احنا مجرد ما بنطلع من المطبخ بنرجع تاني المطبخ. ربنا يخليهم ويبارك فيهم. انا طبعا معايا صلصه، الصلصه معايا يعني القطه بتاعتي. الخل بتاعي جاهز جنب ايدي عشان اخشها على طول. احلى فته دي ولا ايه؟ فتة الكوارع دي يا جماعه سحر، سحر جمال وحلاوه وطعم وريحه مفيش بعد كده. يا جماعه اللي ما بياكلش الكوارع فايته نص عمره بجد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. النار بتسخن على ايدي، التليفون بيسخن مني. طبعا التومه بدات تاخد لون، انا مش عايزه اغمق لونها عشان ما تبقاش محروقه، هتبقى مسود وتسود لي الصلصه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خل، طبعا انا قفلت لحسن اتلسعت وانا بفضي الخل على التومه. بصوا الريحه بقى قلبت الدنيا يا جماعه، قلبت البيت كله. خدت غلوه معايا، هو الخل بيغلي على طول فيها. خدت غلوه معايا. بصوا خلاص خدت الغلوه اللي انا عايزاها كده. التليفون بيفصل مني لوحده معلش، انا بصور بايد واحده عشان انا لوحدي. بس مش قادره اقول لكم على ريحه التومه. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالصلصه. على فكره الصلصه دي متسبكه يا بنات. الصلصه دي متسبكه، يعني هي تاخد غلوه واحده بس فيها وبعدين هطفي عليها، ولما اجي اعمل اغرف هولع تاني، اولع عليها تاني اديها غلوتين تلاتة. التوابل بتاعتي شويه فلفل اسمر، شويه كمون بس كده، وشويه الملح، شويه الملح، وكان الله بالسر عليه. مفيش توابل تاني تتحط خالص عليها. انا عايزه احس بطعم الفته مش احس بطعم التوابل. خل وتوم بقى وحركات. طبعا مش هقول لكم على الريحه، اكيد كلكم عارفين الريحه عامله ازاي دلوقتي. اكمل بقى الرز، خليكم معايا. الصلصه اهي على النار بتاخد غلوه، قربت خلاص، قربت ادفع عليها. هي غلوه واحده مش هديها كتير عشان هي اصلا الصلصه متسبكه فيها، القطه متسبكه. المعلقه وقعت مني. ودي الكوارع اهي شغاله، وهنا عندي الرز. هسقي الرز بس مش دلوقتي لسه. اول ما خلاص ابدا، اول ما اطفي على الكوارع باذن الله اسقي الرز على طول، ما بياخدش حاجه. انا حمرته بالسمنه بس وهركنه شويه وابقى ارجع له لما اجي اسقيه. خليكم معايا. هنا بقى بدات اعمل الفته بتاعه اللحمه. احنا عملنا فتة كوارع وفتة لحمة، العيد الكبير كوارع، فتة كوارع وفتة لحمة. هنا بقى بعمل الرز، بس السمنة دي انا حطيت حلة وحط فيها اللحمة دلوقتي واحط عليها التوابل.
هعمل لكم الفته بطريقه جميله قوي هتعجبكم. لو مش بتعملوا يا جماعه بالطرق بتاعتي دي جربوها يمكن تعجبكم. طبعا سامحوني على منظر البوتاجاز، اليوم كان زحمه جدا وكان شغل كتير، وكان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اصناف كتير. فالبوتاجاز يعني اتوسخ من في نفس اليوم اللي كنت بعمل فيه، بعمل ده وبعمل ده وبعمل ده، وبيديلي عليه صلصه وتسبيكه وشوربه والكلام ده. فاعذروني، انا اسفه جدا على شكل البوتاجاز. بس طبعا انتوا عارفين اكله زي دي بعد كده المواعين بتاعتها كانت عامله ازاي، والبوتاجاز والمطبخ كله كان عامل ازاي. جالي انهيار في المطبخ، بعد كده انهارت على المطبخ كله شقلبته. بصوا انا حطيت معلقه سمنه او زيت او المتاح عندك، او حته ليا، اي حاجه المتاحه عندك. وحطيت نزلت الاول بحته دهنه كده من اللحمه، وبعدين حطيت اللحمه هشوحها الاول في السمنه. على فكره الطريقه دي حلوه قوي، بتخلي اللحمه جميله. هحط اللحمه كلها، هستنى لما تاخد لون هشوحها، وبعدين هنزل عليها بالتوابل. بص بقى لونها عامل ازاي، هتاخد لون هيبقى شكلها تحفه. طبعا انا في مقاطع صورتها في نفس الوقت ومقاطع بسجلها بصوتي، لاني كنت بصور لوحدي. انا ما عنديش استند يا جماعه، انا بمسك الكاميرا بايدي، عشان كده بيبقى في اوقات كتير صعب عليا ان انا اصور وانا بعمل، فبعمل وبعد كده بسجل بصوتي. ادعوا لي ربنا ييسر الامور ان شاء الله، واجيب استند للكاميرا للتليفون. ما عنديش كاميرا كمان، انا بصور بكاميرا التليفون. فادعوا لي ربنا ييسر الامور ويرزقنا جميعا يا رب، واجيب استند واجيب كاميرا اصور بيهم بدل ما بصور بالتليفون. هديها لون بقى، هيبقى شكلها تحفة. كانت فتة فظيعة. حطيت فلفل اسود وكمون وقرفة وجنزبيل ناعمين، ورق لوري. بصراحة كانت عزومة تحفة، والناس اللي كانوا موجودين في العزومة كانوا أحلى من العزومة. وحطيت حبهان، أنا بحب أفتح الحبهان يا جماعة في الأكل، بحب أفتح الحبهان، بحس إن طعمه كده بيبقى أحلى وبيدي نكهة أقوى. وانا الحمد لله عيالي بيحبوه، يعني بيحب طعمه، مش بيبقوا مش مؤذين منه، هما بياكلوا. لو في حبة هنا جت مع حد في الاكل ما بقاش متضايق، يعني الحمد لله. هنزل بقى احط عليها بصل واحط عليها طماطم واكمل تشويح فيهم. ما كانش عندي جزر بصراحة، كنت عايزة اعمل احط عليها جزر، بس ما كانش عندي جزر. معايا بقى مية مغلية انا محضراها جنبي. المية يا جماعة لازم تكون مغلية عشان ما توقفش سوى اللحمة او الفراخ او الكوارع او الفشه. اي ميه تنزل على اي حاجه زي كده لازم تكون مغليه عشان ما توقفش السوا. الميه اللي هتنزل ساقعه هتوقف السوا وهتبقى انت اللي ندمانه. انا قايله لكم قبل كده في كذا فيديو، لو في عندك لحمه او فراخ او اي حاجه بتاخد سوا معاكي وتاخرت معاكي في السوا، ممكن ترمي 3 4 نوايات بلح فيها، تسويها على طول، هتخليها ما تاخدش وقت يعني. ناس بتحط معلقه سكر، ناس بتحط معرفش ايه، دي اراء برضو، بس انا نوايه البلح بصراحه بتبقى جميله جدا. انا واخده على كده من زمان، جبت كوارع جملي، جبت ممبار، جبت ده جبت ده، آه اي حاجه بحط لها 3 نوايات بلح. هي انا بحط 3 بس عشان رقم وتري، لكن انت ممكن تحطي 2، ممكن تحطي 4. انا بحط 3 عشان رقم وتري يعني. وهعمل شوية رز كمان، وهعمل بقى صلصة، وهعمل شوية شطة زيت
جنب الفتة ملهمش حل. اكلات العيد كلها اهي، عشان تبقي رتبي امورك كده وتعرفي انت هتعملي ايه في العيد. رتبي نفسك واعملي جدول حطيه على التلاجة. ما تقوليليش في العيد انا هتعب من التنظيف والتنفيض والما اعرفش ايه والكلام ده كله، وهقعد وارتاح واجيب اكل من بره. لا، العيد ده لو ما تعملش فيه الحاجات دي ما بيبقاش عيد. لازم طول النهار تفضلي واقفه في المطبخ لحد ما يدوخوكي، كل واحد اكله معينه. اول يوم الصبح فته بعد صلاه العيد، دي سنه طبعا. واخر النهار صينيه رقاق حلوه كده. وتاني يوم بقى تدخلي بقى على التقيل بقى، يا اما تعملي بقى الفشه والكرشه والكوارع والممبار والكلام ده كله والكبده، يا اما بقى تعملي مشاوي. بس المشاوي بتبقى تالت يوم احسن. اعمل كمان صلصه برضو بالخل والثوم. احنا كده عملنا الرز مرتين وعملنا صلصه مرتين. الخل برضو، والخل يغلي وبعد كده ننزل بالصلصه. طبعا كلكم شطار تعرفوا تعملوا كل الحاجات دي، احنا بنتعلم من بعض يا جماعه. بس انا بحب ارغي معاكم وانا بعمل. انا عارفه ان انتم يعني انا مش بعمل فيديوهات عشان انتوا تتفرجوا وتتعلموا، لا انا بعمل فيديوهات عشان اطلع واحكي معاكم واتكلم وارغي، بفك عن نفسي معاكم. ودي صلصه متسبكه برضو. اليوم كان ما شاء الله يا جماعه عليه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. اللهم بلغنا عرفات، اللهم بلغنا يوم عرفات يا رب، وارزقنا فيه بدعوة مستجابة يا رب. يا رب يبلغكم يوم عرفات ويرزقكم فيه بدعوة مستجابة. يا رب يبلغنا كلنا يوم عرفات ويرزقنا فيه بدعوة مستجابة يا رب. يا رب أمان عليكم، ما تنسوا الثانوية العامة من دعواتكم. والله يا جماعة ابني وجع قلبي قوي، أنا مش عارف ياكل ومش عارف ينام، عنده توتر رهيب. كل شوية يدخل يا ابني بتعمل ايه، انا مش عارف انام. يا ابني نام شوية، نام وارتاح وريح نفسك، مفيش. بصوا بقى نعمل حركة جبارة جبارة جبارة. أصحاب القلب الضعيف يمتنعون. بصوا زيت قد ايه على فص توم. يدوب هيصفر بس مش هيستوي، يدوب هيصفر معانا. مش هخليه يحمر زي الملوخية او الفتة، لا هو يصفر بس. بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى الاجرام. بصوا الاجرام، بصوا الاجرام. انا قعدت اعطس يجي ساعتين تلاتة يا جماعة، واقفة جنبي بنتي صغيرة سنة ونص. مش قادرة اقول لكم عملت ازاي ولا كان شكلها عامل ازاي. انت دي تاكليها كده من غير بدون مقدمات ومن غير اي حاجة. دي مع اي اكل في البيت بعملها. ونزلت بمعلقتين صلصة عليها. الريحة ما فيهاش كلام طبعا، مش محتاجة اوصف. انا عايزة اناشد اليوتيوب يعملوا خاصية الروايح دي، معلقة كمون. خاصية الروايح عشان اللي بيتفرج على الفيديو يشم الريحة. نفسي اناشد اليوتيوب يعمل كده. بص بقى القوطة المتقطعة دي والفلفل، يا ربي والله اجرام. دي هتاخد غلوة واحدة واحط عليها شوية الملح وشكرا. دي بقى تعمليها جنب شوية كشري، جنب شوية فتة. انا كده هسقي الرز. طبعا القوطة سبتها تتسبك اللي هي الشطة دي، وسقيت الرز شوربة اهي.
طبعا انت عارفه مقدار الرز اللي انت بتعمليه قد ايه، ومقدار الشوربه اللي انت بتحطيها قد ايه. انت شاطره وزي العسل، وعارفه كل حاجه طبعا. انا اللي بتعلم منكم يا جماعه، والله والله بتفرج على الفيديوهات واتعلم منكم، وبسأل ده وبسأل ده. الفلفل الاسود يا جماعه مع الرز الابيض بيوديه في مكان تاني خالص. اللي بتعمل رز ابيض اوعى تنسى تحط فيه فلفل اسود، بيخليه ملهوش حل. بصوا اللحمه استوت وبقت عامله ازاي. الرز اتشرب وانا بقلبه. يا جماعه عايزه اقول لكم اني انا بحب اللحمه بتشد، والفراخ والكوارع. انا بحب البروتينات عامه كلها بتشد، لكن عندي كل البيت بيحبوها مستويه مهريه، مش مستويه مهريه. بيعذبوني بصراحه بالموضوع ده. هعمل بقى الفته. بصوا معلقه سمنه بلدي حلوه كده، ونحمر العيش بقى. بدي العيش تشويحه، بغلفه كله بالسمنه. عايزه تحطي سمنه، عايزه تحطي زيت، المتاح عندك حطيه، مفيش حاجه اجباري. انت بتحطي فلفل اسود، انا ما بحطش فلفل اسود. انت بتحطي كمون، انا ما بحطش كمون. يعني ما فيش حاجه اجباري. اللي انت شايفاه صح، على متاح عندك وعلى قد امكانياتك وعلى قد ايدك اعمليه. بس هو التغيير بيبقى مطلوب. انت بتعمليش كذا، جربي مره بكذا يمكن يعجبك، يمكن يعجب الولاد. انت فاهماني؟ بصوا بقى يا جماعه، اللي انا هعملها دي حركه حلوه قوي، عايزاكم تعملوها. دي جميله جميله جميله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بصوا معلقه التوم دي بقى لايه؟ دي مش للصلصه، الصلصه خلاص اتعملت، ومش للشطه الزيت، الشطه الزيت خلاص اتعملت. بصوا بقى، الحركه دي حلوه قوي، بتطعم الفته، بتوديها في مكان تاني خالص. جربوها كده. انا معايا العيش على العين التانية بيتحمر. طول ما انت واقفه تبقى ايدك هنا وايدك هنا وايدك هنا، ومركزه في ده ومركزه في ده. شويه الخل بقى. طبعا ايه، البوتاجاز ولع مش اتحرق. والله يا جماعه انا اسفه جدا بجد، اعذروني على شكل البوتاجاز. بس البوتاجاز بعد كده انا عملت له انهيار كامل. طبعا الكاميرا غيمت ومسحتها. بصوا بقى على صينيه الفته على العيش. بصوا الحركه دي. على فكره انا كمان بعمل الفراخ واللحمه. اللهم صل على النبي، طش التومه. الفراخ واللحمه وهم بيتسلقوا، الفراخ واللحمه والكوارع، اي حاجه عندي بسلوها بروتينات زي كده، بعمل لها طش التومه من غير خل. طش التومه بس. بتبقى جميله يا جماعه، وبتخليها طعمها حلو جدا. حتى لو خدتي طبق شوربه شربتيه كده لوحده بيطعم التوم، بيطعم طشه التومه دي، بتطعم الشوربه جدا جدا. جربوها كده. طبعا العيش ده يتاكل كده من غير اي حاجه، والله العظيم من غير اي حاجه. تاكليه كده. ننزل بقى عليه بالصلصه. طبعا من ضمن الصلصه اللي انا حطيتها دي معلقتين 3 شطه زيت في وسط الزحمه كده. هقلبها كلها تتشرب في بعضها. حطيت طبعا معلقتين الشطه الزيت بس من غير الفلفل والقوطه المتقطعه فيهم. قلبتها والعيش اتحمص واتغلف. بصوا بقى
العيش والله يتاكل كده من غير حاجه. هنزل بقى عليه بالشوربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء اركان عرشك ومداد كلماتك. العيش اهو. انا لازم اولع على الفته يا جماعه لحد ما اخد الصينيه احطها على الترابيزه، يبقى ولع عليها. لازم تكون بتغلي. لازم اللي يمد ايده في الاكل ياكل بقه يتلسع. هو ده اهم خلاف بيني وبين ولادي في الاكل. الخلاف الوحيد اللي بيني وبين ولادي على الاكل ان هم كل ما ياكلوا بقهم يتحرق، يا اما يشغلوا المروحه. طب نستنى بقى لما الاكل يبرد، ادينا نص ساعه. طبعا انا ببقى اكلت وشبعت وهم لسه مستنيين الاكل يبرد، لانه انا بحب الاكل سخن ببشاعه، مش بطبيعه، لا بجنان. حطيت الرز طبعا وحطيت الصلصه. طبعا الصلصه دي في ناس اعرفهم بيعملوا الرز بتاع الفته بشعريه، وناس بيعملوه حبايه وحبايه، وناس بياكلوا الفته من غير صلصه. فدي برضو بتبقى اراء يا جماعه، وكلها على قد امكانياتك وعلى قد ايدك. بصوا صينيه الفته بقى، تحفه يا جماعه، تحفه، بألف هنا وشفا. تحفه ومفيش بعد كده جمال. بصوا بقى شطه الزيت والفته. هنا بقى هنعمل ايه بقى؟ صينيه الرقاق. حطينا بصله وعليها لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه دي كانت عندي في الفريزر. طبعا انتوا كلكم عارفين اللحمه بتتعصج ازاي. انا حطيت بصل يا دوب اصفرت واللحمه، بعدين حطيت اللحمه المفرومه، وبعدين حطيت توابل اللحمه وفلفل اسود وكمون وقرفه ناعمه وجنزبيل، نزلت بيهم. هقلبها كويس. وبعد كده مقطعه فلفل، انا بحب جدا جدا الفلفل ده والطماطم. انا بحب اعملهم اللهم صل على النبي على اللحمه المفرومه، بيطعموها وبيخلوها مسكره. بصل كتير وفلفل وطماطم على اللحمه المفرومه بيخلوها طعمها ملهاش حل. صينيه الرق دي بقى يا جماعه هسويها لكم بطريقه جميله، والله 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 احلى لما بتتسوى في الفرن، احلى واطعم، وبتفكرك بايام زمان وريحه زمان. وعايزنا نرجع زي زمان، قول لي الزمان يرجع يا زمان. نزلت بالقوطه المتقطعه، بتخلي اللحمه جوسي كده وجميله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اشوح في اللحمه المفرومه برضو مش بتاخد سوا. معايا هنا شوربه الكوارع بقى، شوربه اللحمه، اي شوربه عندك، اي شوربه. ومعايا صينيه فيها معلقه سمنه، ومعايا الرق ده يا جماعه انا عاملاه في البيت. ادخلوا على القناه يا جماعه هتلاقوا فيديوهات جميله، والله هتعجبكم، والله هتعجبكم. وهعمل لكم الرق تاني كمان قبل العيد باذن الله. الشوربه دي مش مغليه، سخنه قوي بس مش مغليه. بصوا انا دهنت السمنه، دهنت الصينيه سمنه، وهبل الرقاقه. بصوا بقى الحركه دي، هبل الرقاقه من ناحيه واحده. ليه؟ عشان لو انا بليتها من الناحيتين، الناحيه اللي مبلوله دي هتلزق في الصينيه، مش هتخلي الرقاقه تتحرك معايا في الصينيه. لا، هي الرقاقه متغلفه من تحت بسمنه، السمنه اللي في الصينيه هي متغلفه بيها. انا
اول رقاقه تتحط في الصينيه يا جماعه عشان تبقوا مركزين معايا. اول رقاقه تتحط في الصينيه بتبقى مبلوله من ناحيه واحده، الناحيه اللي من فوق، الناحيه اللي على الصينيه نفسها ما بتتبلش خالص، بتبقى ناشفه، بتبقى متغلفه بالسمنه بس. ادي اول واحده حطيتها، وحطيت معلقه سمنه، حطيت الطبقات كلها. طبعا انتوا برضو عارفين، فانا ايه بأثر عليكم الفيديو لان الفيديو طويل قوي، عشان كذا اكله اتعملت فيه بصراحه. اللهم بارك. حطيت اللحمه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. خلي اللحمه في النص، مش في يعني خليها على الحروف، بس خلي بالك ما توقعيش حاجه على حرف الصينيه عشان ما تتحرقش. اكلات العيد يا جماعه اعملوا المنيو وريحوا نفسكم، اعملوا منيو العيد وريحوا نفسكم. والله لو رتبتي وقتك ورتبتي حالك هتلاقي العيد يعدي عليكي باذن الله، باذن الله. بصي بكل سهوله، لا تعب بقى ولا واقفه طول النهار في المطبخ ولا. عصاج اللحمه وشيليها في الفريزر، مش بيحصل لها حاجه على فكره، انت بتسهلي على نفسك، لان برضو ده عيد ومن حقك ترتاحي. هبدا ابل الجزء التاني من الرقاق ورصه. او الرقاقه بتتحط في الصينيه، بتتبل من ناحيه واحده، ما بتتبلش من ناحيتين، بتتبل من الناحيه اللي فوق مش من الناحيه اللي تحت. الناحيه اللي تحت بتبقى متغلفه بالسمنه، السمنه اللي جوه الصينيه. اكمل بل رقاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ملء اركان عرشك ومداد كلماتك. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب، ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب. طبعا حطيت الطبقات كلها، وكل طبقه بحط سمنه، بس مش بزود السمنه قوي عشان ما تبقاش تقيله بصراحه. اللهم صل على النبي. الشوربه دي يا جماعه انا ساعات ما بحط السمنه على كل طبقه من الرقاق او الجلاش، بس بحط في الشوربه معلقه سمنه كبيره، فكل رقاقه بتتغلف في الشوربه، بتتغلف كمان بالسمنه على فكره، وده بيبقى احسن وما بيبقاش تقيل. الجلاش والرقاق ما بيبقاش تقيل. دهنت وشها خالص. ادي النار، بصوا انا هدي عليها ازاي بقى. خليكم معايا واحده واحده في اللقطه دي. صينيه الرقاق الاول من تحت كده هنقول 5 دقايق في النص، وهي في النص 5 دقايق. بس خلي بالك الصينيه بتاعتك تكون بايد عشان تعرفي تلفي، ولو ما عندكيش صينيه بايد مش مشكله، لفيها باي حاجه. بصوا اديني طرفتها، جبت حرف الصينيه على النار وهفضل الف فيها بقى، الف فيها وانا بلف فيها ارجها عشان اتاكد انها ما لزقتش وبتتحرك من تحت. لو بليت بقى اول رقاقه تحت كانت هتلزق. بصوا افضل الف فيها بقى كده، كل دقيقه الف، كل دقيقه الف. الطريقه دي يا جماعه حلوه قوي قوي، ما ينفعش تسيبيها وتخرجي من المطبخ. لو وراكي حاجه او مش هتقدري تعمليها بالطريقه دي، تقدري تعمليها بطريقتنا العاديه، تحطيها في فرن البوتاجاز. بس الطريقه دي بتديكي طعم كده، طعم زمان، زمان بقى، بيت العيله والكلام ده. افضل الف في الصينيه، الف 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 في الصينيه لحد ما اتعب من اللف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. افضل الف في الصينيه كل ما احس ان هي من ناحيه
خلاص اخدت لون الف فيها، اخدت لون الف فيها. وانا بلفها برج الصينيه يا جماعه، بسمع صوت ان الرقاقه اللي تحت مش لازقه في الصينيه. بصوا بحركها ازاي. بصوا الحروف عندي اخدت لون، عرفنا ان هي كده اخدت لون. خلي بالك عشان ما تلزقش منك، لو لزقت منك مش هتعرفي تقلبيها. ركزي في التفاصيل البسيطة دي يا قمراية. بصوا بتتحرك ازاي، ما لزقتش من تحت ازاي، عشان اول رقاقة ما تبلتش مية، ما تبلتش شوربة. اللهم صل على النبي. بصوا بقى هبدأ اقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سخنة. الله أكبر، الله أعظم، والعزة والدوام لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، كله قدامكم والله ما فيش حاجة من وراكم. بصوا عاملة ازاي يا جماعة، بصوا عاملة ازاي الحتة الصغيرة اللي لزقت دي. بصوا عاملة ازاي يا جماعة. طبعا الصينية يا اما فيها سمنة يا اما زيت، دهنة تانية بسيطة، او لو هي ما فيهاش حط لها، ولو فيها خلاص ما تحطيش، ورجعيها تاني ودخليها تاني على النار. ليه بقى مش هتلزق مع ان الوش اللي فوق مبلول؟ عشان حد هيسأل السؤال ده، الوش اللي فوق مبلول ليه مش هيلزق لما نزلناه على دي؟ اولا لان الصينيه سخنه قوي، ثانيا لان احنا مغلفين الوش بمعلقه سمنه، ثالثا لان هو خلاص اتشمع من الهوا، اتشمع من الهوا ونشف، مش لسه مبلول حالا. طبعا وهي على النار خلاص اخدت اللون بتاعها. كانت يا جماعه تحفه تحفه، والله والله كانت تحفه، لدرجه ان ولادي وجوزي قالوا لي ما تعملها لناش الا بالطريقه دي. انا حماتي الله يرحمها كان عندها فرن فوق على السطح، كانت بتسوي فيه كل حاجه. جوزي بيقول لي اعملها لنا زي مامي كانت بتعملها، كده في الفرن او على الباجور، في الفرن البلدي ده. نفسي ابني فرن يا جماعه، نفسي ابني فرن، بس سيلف اللي في الدور الاخير طبعا عشان الحر، ربنا يقويه على الحر في الصيف. لو قلت له ابني فرن هيرميني من فوق لان الفرن هتعمل عليه سخونيه وهتسخن له الحيطان والجو. بس انا بجد نفسي اعمل فرن. بصوا بقى كانت تحفه يا جماعه، تحفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. طبعا المقطع بتاع اني سويتها من تحت ده انا اتمسح من عندي. الفيديو طويل جدا يا جماعه، الفيديو تقريبا ساعه وساعوي، ده كتر خير اللي هيقعد يسمع الصوت الوحش ده اكتر من ساعه. بصوا عامله ازاي بقى، بصوا الجمال عد الخيال. بصوا مورقه ازاي مش لازقه ببعضها. بصوا، بصوا اللحمه فيها عامله ازاي. بصوا الطبقه اللي تحتانيه خالص اللي كانت في الصينيه، بصوا صينيه مش لازقه ولا حاجه. اللون عامل ازاي يا جماعه، بجد بجد دمار، بجد 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 دمار. ده اجرام، الريحه مش قادره اقول لكم على جمالها. بصوا اللون من تحت عامل ازاي، واللون من فوق عامل ازاي، يعني مش قادره اوصف لكم. ولا لزقت. بصوا بقى، ده الاكل كله بعد ما خلص. طبعا في حاجات ما كنتش لسه حطيتها، الرقاق والفته،
الرقاق ما كنتش لسه حطيته، والكبده ما كنتش لسه حطيتها. وعملنا طبق سلطه بلدي، وحطيت صلصه تانية اهي. الكرشه بصوا كانت تحفه. والسمين انا حمرته. والله والله يا جماعه كانت حته اكله ملهاش حل. امانه عليكم، امانه عليكم، امانه عليكم، ما تنسوا طلاب الثانويه العامه. امانه عليكم ما تنسوا طلاب الثانويه العامه من الدعوه. وما تنسوش كل مشتاق بالذريه الصالحه. شايفين الممبار، السلطه البلدي والفته والكرشه والسمين كان جميل. معلش الفيديو اتمسح منه شويه حاجات وانا بحمر الممبار وبحمر السمين. والسمين اللي هو الفشه يا جماعه، والكرشه والحاجات دي حمرتها كلها مع بعضها بعد ما اتسلقت. الفيديو مكملش للاخر، سامحوني. بس بجد بجد انا بشكركم جدا على استماعكم للفيديو لحد الاخر. وما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس عند كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم طيبين وبخير. ما تنسونيش في دعوات الثانوية العامة، وما تنسونيش الصلاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. دمتم سالمين. بتمنى منكم دعوة حلوة لابني في الثانوية العامة، نفسي يدخل طب. بتمناها منكم يا جماعة. وقلبكم الكبير وروحكم الحلوة ربنا ما يحرمكم من حبايبكم. ويا رب ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. يا رب نجح كل طلبة الثانوية العامة بما فيهم ابني وبنتي سيلفي وكل حبايبنا. يا رب يا رب يا رب ادي كل حد محتاج حاجة، يا رب اديها من تكون من خير. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس عند كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. من يولعيد يا أمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.